السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال والأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم مزيانة، أحوالكم طيبة، ويلقاكم هذا الفيديو أنتم في تمام الصحة والعافية. فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتي وقناتكم. نتمنى تنال إعجابكم واستحسانكم. إذا عجبكم الفيديو اليوم ما تنسونيش من لايك وبارطاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. اليوم إن شاء الله وإحنا مقبلين على شهر الكريم، إن شاء الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطولة العمر يا ربي. فكيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنحضروا مع بعضنا تحليه وجديها للسحور ان شاء الله. الفطور يعني تتجي لذيذه، راقيه في المنظر ولذيذه في المذاق بزاف. شي حاجه اللي زوينه وكذلك بواحد الكميه اللي هي لا باس بها. كنتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. خطو الزهره باغا حتى هي دير معايا المونتاج. وكيف كتشوفوا كتجي كريميه، كتجي لذيذه. صدقوني الا جربتوها غادي تولي المعتمده عندكم في الصحه ان شاء الله. ودائما كيف ما كتشوفوا غادي نحتاجوا 7 ديال التمرات اللي حيدت لهم العلف ديالهم ولا العظم. وهنا عندي 3 ديال البنانات صغار موسكا حلو، راكم عارفين كيكون حلو هذا الصغير. الا عندك الكبير ديري جوج منه. كل نصف لتر كندير ليه بنانه كبيره، او لا فحال هكا. الا عندك موسكا درت نصف لتر من الحليب. وهنا غادي ندير فلون ديال 50 غرام فلون كراميل. الا كتبغي ديال فاني ديري فاني، مي بالكراميل كتجي لذيذه بزاف. والكراميل كيتواتى مع البنان بدون سكر البنات، لان الموز اولا البنان حلو، التمر حلو، وكذلك داك الفلون اللي درنا حلو مع السكر ديالو. هنا طحنت وغادي نضيف نصف لتر الباقي ديال الحليب ونعود عفوا نعاود الدغيا غير ندور عليها المولينكس غير شويه باش ينسجم ليا الحليب اللي ضفت، حيت درت غير نصف لتر في الاول باش يطحن ليا المكونات مزيان. صافي دابا جبت كاسرول غنصب فيها هذا الخليط هذا ونديرو فوق البوطه حتى يغلى ليا الخليط مزيان، ونحيدوه مع التحريك المستمر من طبيعه الحال. العافيه اللي كتكون متوسطه، وغادي نبقى نحرك بالفوي حتى نحس بيه صافي غادي يغلى. وكنحيد الفوي نخليه يطلع الغليه وكنحيدو فوق البوطه. وهنا عندي هاد الكويسات كيف ما كتشوفوا، هاد لي فيغين اللي هما مربعين، يمكن لك ديريه في الشكل اللي بغيتي، فلك الاختيار. غادي نحرك شويه الخليط باش يبرد ليا شيئا ما يبقاش سخون بحال اللي فوق البوطه، عاد باش نديرو في هاد لي فيغين اللي قدامكم. نوزع الخليط هكا بشي مغرف اولا شي كاس ديال الزجاج هكا باش يبقى ليا المنظر ديال لي فيغين ديالي يكون منظم. وملي تتقدمي التحليه يعني تيكون الشكل ديالها زوين ومفينيه. صافي غادي نخوي انا هاد الخليط في هاد الكؤوس كيف ما كتشوفوا قدامكم، فهي كتخرج يعني واحد الكميه اللي لا باس بها. ولا بغيتي ديري فقط نصف لتر راه غادي تخرج لك 5 ديال الكؤوس من هذا الحجم. وهنايا كيف ما كتشوفوا يعني خرجت لي هكا 8 من هاد الكؤوس. وضفت داك جبانيه راه متوسطه اللي بقى لي درتو فيها. وغادي نخليهم ياخذوا حراره ديال المطبخ عاد باش غادي ندخلهم للثلاجه واحد 3 سوايع حتى ل4 ويكونوا واجدين هكا. وجديهم مع الفطور وخليهم حتى للسحور كتلقيهم يعني عقادوا. والتحليه ديالنا كتكون واجده صراحه، اراها زوينه صحيه. وكذلك عارفين ان البنان يعني تيشد ما شاء الله في رمضان، يعني في النهار ما تيجيك لا جوع لا والو. فنتمنى انها تنال اعجابكم. وهنا غادي ندوزو للتزيين من بعد ما بردوا ليا، من بعد الوقت اللي خليتهم في الثلاجه كيف قلت لكم غادي نزينهم بالتقديم. هنايا درت بما اننا درنا البنان في الخليط فزينت هكا قطع من البنان والقليل من الكركاع اللي مهرمش. يمكن لك ديري اللوز، يمكن لك عندك الاختيار. وهنايا صوص كراميل بما اننا درنا فلون ديال الكراميل فزينا بها كامل الفوق، عطى شكل ومنظر راقي كيف ما كتشوفوا. فكيجيو رائعين. ديريهم هكا كيف قلنا
سحور رمضان او اي مناسبه، اعياد ميلاد وليداتك او لا تفرحي بها وليداتك ماشي شرط. وكيف ما كتشوفوا فهي يعني تحليه اللي زوينه راقيه. نتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. الى عجبكم لا فيديو اليوم ما تنسونيش بلايك وتعليق محفز، وتبارطاجي مع الاهل والاحباب اللي تعاهم الفائده. والناس اللي كتشوفني اول مره كنتمنى انهم يشتركوا عندي ويفعلوا زر الجرس باش هكا يبقى يوصلهم الجديد، ونبقاو على صله وتواصل. الى فيديو اخر، استودعكم الله والسلام عليكم.